مساء الفل والحلويات عليكم. دوري ابطال افريقيا خلاص داخلين على مرحله اللي يخاف يروح. خلاص فاضل الجوله الاخيره، المجموعات بتبوح عن اسرارها بنسبه بتزيد 90 او 95%. كمان قولوا لي قبل ما نخش في التفاصيل بسرعه كده، مين افضل فريق في البطوله لغايه دلوقتي ومين بترشحوه بطل للمسابقه؟ انا سامع اللي بتقولوه، بس هل حد عنده فرقه تانية يرشحها غير الملك المتوج دايما؟ طيب خلينا نخش المجموعه الاولى. مفاجاتها ومفاجاه البطوله حتى الان، واول فريق حسم بطاقه دور الثمانيه الهلال السوداني، اللي لو اتكلمت عليه ما يكفيهوش فيديو. صعد خلاص. البطاقه الثانيه في المجموعه الاولى المولوديه 8 نقط، يانج افريكانز 7 نقط. الجوله الاخيره يانج افريكانز بيستضيف المولوديه. المولوديه ان شاء الله لو قدر يتعادل يحسم البطاقه ويتاهل رفقه الهلال السوداني، وده اللي نتمناه. توقعاتكم ايه للمجموعه دي؟ المجموعه الثانيه طبعا الجيش الملكي، اللي هو برضو مفاجاه البطوله مشاركه مع الهلال السوداني، ضمن البطاقه بشكل كبير، وتبقى البطاقه الثانيه حيره بشكل كبير بين سان داونز والرجاء. انا كنت بشوف ان حظوظ سان داونز طبعا اكتر، لانه هيستضيف الجيش الملكي في الجوله السادسه اللي جايه في جنوب افريقيا، ومن الصعب ان الجيش الملكي يكون انه ضامن الصعود. بس هل هيدي هديه لمواطنه الرجاء بيستضيف منياما؟ طبعا لقاء سهل، لكن محتاج لمعجزه ان الجيش الملكي يفوز على سان داونز في جنوب افريقيا. تتوقعوا ده ممكن يحصل؟ خلونا نتابع. المجموعه الثالثه اورلاندو بايرتس بيخلص الاثاره وبيكسب شباب بلوزداد، والاهلي طبعا بيفوز على استاد ابيجان في ابيجان، وخلاص بطاقتين المجموعه دي بين اورلاندو والاهلي. طبعا الجوله السادسه الاهلي بيستضيف اورلاندو على زعامه المجموعه، ان شاء الله الاهلي يحسم زعامه هذه المجموعه. المجموعه الرابعه ما فيهاش مفاجآت، الترجي وبيراميدز حسموا امرهم خلاص. يتبقى الجوله السادسه ان بيراميدز هيستضيف جوانيبا المالي هنا عندنا في القاهره، والترجي بيستضيف سبيرانزا ساجرادا في تونس. هنشوف الزعامه هتكون مين. نتمنى الاهلي يتصدر ان شاء الله وبيراميدز يتصدر حتى لا يصطدما في دور الثمانيه على الاقل. لو تابعتني لغايه الدقائق دي او الثواني دي، اعمل لي لايك فولو شير وشجعونا بكلمتين كده وخلونا نستمتع مع بعض. والسؤال مره تانية، توقعاتكم مين بطل هذه المسابقه؟ انا سامع انتوا بتقولوا ايه، عندكم رد تاني قولوا لي عليه. والسلام ختام، سلام.